السلام عليكم. جيت نشارك معكم بريوات ديال تحضير سيدنا رمضان. المهم كيطلعوا بريوات رائعين البنات. تبعوا معايا المقادير. هنا عندي نص كيلو ديال البطاطا سلقتها وكنعسها بهاد اللعيبه ديالها نيت ديال البطاطا نيت. ايوا الواحد على حسب القدر اللي عنده، يقدر يدير نص كيلو، يقدر يدير جوج بطاطا، 3 4. المهم ماشي بضبط، انا على الكميات اللي عندي، العائله اللي عندي درت هاد الكميه. عندي هنا الطون والفرماج. انا جاني داك المول فاش كان معس جاني صغيور، خلفته في البانيو باش نعس مزيان، باش يخلي ليا باش نتحكم فيه. هادشي اللي عطا الله. وبقوا معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. هنا المقادير راه كيبانوا لكم واضحين. عندي الطون، الزيتون، القزبر والمعدنوس، الفرماج، هذاك راه الفرماج محكوك. بالنسبه للفرماج مثلث، والملحه والابزار وكل حاجه على حسب الذوق ديال الانسان. المهم انا معست البطاطا هنا معسوها سخونه البنات، باش ما معستوها سخونه كتكون مزيانه، كتجيكم ساهله وفي نفس الوقت ما تبقاش محببه، كتمعس كلها. كيجيو رائعين، كيجيو بنان. ها انت هنا من بعد ما معستها راه وريت لكم الطريقه كيفاش جات. ايوا هادشي اللي عطا الله. تحضيرات ديال سيدنا رمضان دخل الله يعمل صدر ربي يوفقنا ليه ان شاء الله بصيامو وقيامو يا رب. المهم هنا من بعد ما معستها، هنا عندي الطون داك مزيان. انا كنقرب لكم في الكاميرا باش يبان لكم، ما مجدداش مزيان الكاميرا لي. هنا عندي الزيتون طحنته بالهاشوار. هنا عندي الفرماج، انا راه حكيت واحد الحكاك رقيق، داكشي علاش بان لكم هكا. هنا القزبر المعدنوس، هنا الكمون، القزبر حبوب والبزار. هنا الزيت البلديه، درت 3 المعالق ديال الزيت بلديه. هنا عندي الفرماج مثلث، والواحد اللي عنده مربع او كيف ما كان عنده مهم يديرو. المهم اللي كان عندك في الفرماج ديرو، كيعطي واحد اللذه رائعه، كيكون بنين. درت الفرماج شد معايا العكس باش يتحل ليا. كاين شي سبحان الله العظيم شي حاجه كتعكس بعض المرات. المهم كل شيء هاد الحشوه. هنا الملحه على حسب الذوق، دائما الملحه تنقول لكم انا على حسب الذوق. ربما الواحد ما يكثرهاش، ربما يديرها كاع الواحد. راه الفرماج وداكشي والبطاطا كتكون حتى هي فيها مذاق الملحه، وكل شيء كيكون سميتو، واللي ضروري ليه راه كيدير القياس ديال الملحه. وهنا بقاو معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. من بعد ما خلطت كلشي الحشوه، راه عاد عندي الورقه ديال عندي شريتها جاهزه. ايوا غنخدم معكم وتشوفوا الطريقه ديال
هنا قسمت الورقه من النص، شي غنديرو سيكار وشي غنديرو بريوات. غير الصوره ديال السيجار ما بقاتش معايا، تحدفات ليا، اما ما بانتش معاكم في التصويره. المهم راه بينت غير البريوات اللي بينت. وتنعتذر على التصوير، راه التصوير ما واضحش مزيان. هادشي اللي عطا الله. هنايا السيجاره ديالي. بقاو معايا حتى نهايه الفيديو. ما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارطاجي مع الاهل ديالكم. الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنسوناش باللايكات وبشي كومونتيرات زوينين. هادشي اللي عطا الله. كنشاركو معكم شي حاجه بسيطه ممكن اي واحد ينوض يديرها، حيد عليه غير العكس شويه وينوض يخدم. هادشي راه كيعجبهم الوليدات، كيعجبهم بحال هادشي. خصوصا البطاطا، اي حاجه فيها البطاطا كتكون عزيزه عليهم. هادشي اللي عطا الله. هادشي اللي كاين. بقاو معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. هنا عندي الورقه اللي بقات لي، غنشكلها على شكل بريوات. بقاو معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. شكل ديال البريوات تبارك الله كلشي البنات كيعرفوا يصيبوا البريوات، انما جيت نشارك معكم شي حاجه متنوع للجميع. وهادشي اللي عطا الله. انا كنشكل البريوات ديالي على هاد الشكل. ايوا بيت لكم كل حاجه كنصايب معكم. الله يعمل سيدي ربي يسر لنا امرنا ويسر لكم امركم. وشكرا لكم على المتابعه. كاع اللي كيتابع القناه ديال ام يحيى تيفي شكرا ليه بزاف، جزيل الشكر. هنا الا كانت ديك الورقه كبيره كندخلها هنايا وكنتنيها ما كتبانش، تتبان مدفونه، ما تيبانش العيب ديال الورقه خارجه برا.
وكاين اللي كيلصق بالدقيق، كاين اللي كيلصق بالبيض، كل واحد علاش استطاع يلصق. المهم من بعد ما صايبتهم غندخلهم للفران. من بعد ما طابوها هما واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام.